فراخ مشوية معاها خضار طعمه تحفة. تعالوا نشوفوا عملناها النهاردة ازاي مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم قناة يوميات أميرة البنا. إن شاء الله النهاردة هنعمل طريقة للفراخ المشوية بطريقة سهلة وبسيطة وبتتبيلة جميلة ومميزة هتعجبك إن شاء الله. كنا عملنا قبل كده برضو مع بعض قبل كده الفراخ المشوية، يا ريت نراجع القناة ونشوفها طريقتها ايه، إن شاء الله هتعجبكم. وبرضو هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. تمام كده. عندي هنا الأول ايه، هنا بصلاية وسط كده مفرومة، وعندي هنا معلقه كبيره مستردة، ومعلقه كبيره كاتشب، ومعلقه كبيره صلصه. تمام كده. وعندي هنا البهارات بتاعتها هي ايه، هي كركم وبابريكا وبصل بودر، توم بودر، 7 بهارات، وكزبره وفلفل اسود. وعندي هنا حبهان مطحون، وهنا ورق لورا مطحون، وهنا عندي بودرة مستردة بتخلي طعم التتبيلة حلو جدا، وفلفل ابيض وجنزبيل بودر. هي بهارات متواجدة دايما في البيت، ودايما زي ما قلت لك ممكن تشتري بحاجات صغيرة من عند العطار وبتكفيكي الكميات كبيرة. وعندي هنا الفرخة اللي انا هشتغل فيها النهاردة وهشويها، وطبعا غسلها بالخل وبالملح والدقيق كويس قوي. طبعا كلنا نضاف ومش مستنية حضرتك ان انا اقولك بتتغسل ازاي. تمام كده. تعالي بقى كده ونشوف هنتبلها ازاي. هاجي بقى كده على بولة وانزل فيها التوابل كلها. بعد ما حطيت كل التوابل بتاعتي كده اهي، هقلبها كويس قوي كده مع بعض. وهعمل ايه، هاخد هنا البصله المفرومه بتاعتي، هنزل فيها كميه بس، وهشيل الكميه التانية وهقولك هعمل بيها ايه. على البصله كده اهي، واقلبها كويس. تمام كده. وانزل عليها الصلصه والمستردة والكاتشب كمان كده اهي، واقلبها. مش عارفه اقولك بقى التتبيله دي بتخلي الفراخ طعمها تحفه، هتعجبك ان شاء الله اهيت. هعمل ايه بقى دلوقتي كده، هاخد بقى الفرخه وهعمل ايه، هتبلها كويس قوي. طبعا لو الفرخه عندك كبيره يا ريت تعملي فيها شقوق كده بالسكينه من جوه علشان تستوي معاكي كويس وتتبل كويس، بس دي فرخه صغيره فهتبلها كده بس. تمام كده. طبعا دي لازم تقعد في التتبيله اقل حاجه 2-3 ساعات، ولو عملتيها من بالليل يبقى احسن كتير. هتبل بقى الفرخه كلها وارجعلك تاني. انا طبعا في التتبيله كنت نسيت احط الملح، فانا ضفت الملح كمان اهو على التتبيله، يعني سهوا مني معلش، بس حضرتك برضو حطيه في التتبيله من الاول. تمام كده. هعمل ايه بقى دلوقتي، هحط بقى دي الفرخه دي هغطيها بورق ستريتش واشيلها في التلاجة 2-3 ساعات كده، وبعد كده ارجع واقولك هنبدا فيها ازاي. كده بعد ما الفراخ بتاعتي انا قعدتها بس 2-2.5 ساعات كده في التتبيله، بس طبعا يفضل انها تبقى في تتبيلتها من بالليل. تمام كده. انا دلوقتي عندي بقى ايه، عندي خضار بطاطس وجزر وبصل متقطع، كل ده طبعا طرنشات، وهنا طماطم، وهنا فلفل الوان، وهنا ليمونتين. تمام كده. وفي برضو نص ازازه كوبايه زيت، بس انا نسيت اجيبها، هجيبها معاكي دلوقتي. هاجي بقى كده على صينيه، هعمل ايه، هحط هنا كده الخضار كله اللي عندي. تمام كده اهي. انا كده فردت اهي الخضار عندي كله في ارضيه الصينيه كده على بعضه كده اهي. هعمل ايه، التتبيله اهي اللي فاضله عندي من الفراخ اللي هي كانت تحت الفراخ اهي، هاخدها بقى. تمام كده اهي، وانزلها وهقلب بيها الخضار كله. تمام كده. دي كانت التتبيله اللي في الفراخ نفسها بعد ما شلت الفرخه من البوله اللي كانت في التلاجة. تمام. ودول حبه التوابل اللي فضلوا عندي اهمت. ناقص بس كده ايه، طبعا الخضار هنا طب البصل اكتر حاجه بتشرب الملح البطاطس والجزر. تمام كده. فانا عايزه اعمل ايه، هزود الملح. ثواني كده، هرش الملح كده اهو علشان الملح
اللي في الفرخه ما ينزلش والفرخه تبقى عدبه. فانا كده ايه بزود ملح شويه. تمام كده اهي. انا كده مكتره الخضار لان الخضار ده مع الرز بالشعريه بيبقى طعمه تحفه. تمام كده اهي. هاجي بقى دلوقتي اعصر الليمونتين كده هنا. تمام كده. تمام كده اهي. واقلبهم برضو كويس كده. احط بقى الفرخه بتاعتي كده. احط بقى كده الفرخه بتاعتي كده اهي. تمام كده اهي. دلوقتي فاضل عندي هنا ميه. انا عايزه بس احط بق ميه صغير، يعني ربع كوبايه ميه مش اكتر من كده، لان الخضار عندي هينزل يعني الخضار عندي هينزل ميه والفرخه كمان هتنزل ميه. واحط بقى هنا كده ايه زيت، نص كوبايه زيت. واحط برضو معاها معلقه سمنه بلدي، بس ايه لسه ما جبتهاش هجيبها معاكم. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هحط معلقه سمنه بلدي وبعد كده هحط ورقه زبده وهغطيها بقى بالفويل عشان ادخلها الفرن. فهجيب بس السمنه البلدي واحطها وارجع لك تاني. كده بعد ما ضفت السمنه البلدي عملت ايه؟ غطيتها بالاول من تحت بورقه زبده علشان ما تتفاعلش علشان الالومنيوم ما يتفاعلش مع الاكل. وبعد كده غطيتها كويس بورق الفويل، بمعنى اصح كمرتها علشان هي هتستوي على البخار اللي طالع، يعني كميه الميه الصغيره اللي انا حطيتهم مع الميه اللي هتنزل من الفراخ والخضار. تمام كده. فلازم تكمريها كويس عشان تستوي كويس. دي هدخلها الفرن حوالي ساعه وربع او ساعه ونص. انتي طبعا على حسب الفرخه بتاعتك، سواء صغيره او سواء كبيره، كل حد عارف الفرن بتاعه على ايه. انا دلوقتي عندي الفرن سخن، هدخله على النار تحت مباشره. وبعد كده لما تستوي هحطها تحت الشوايه. فلما اجي احطها تحت الشوايه هرجع لك تاني. انا اهو بعد ما الفرخه استوت طلعتها وحطيتها تحت الشوايه، اخدت اللون الجميل ده. مش عارفه اقولك بقى طعمها بيبقى ايه، بيبقى تحفه. اتمنى ان انتي تجربيها. هنا زي ما حضرتك شايفه كده، انا بس ايه عايزه اقولك على تكه انا بعملها وبراحتك. انا هنا بسيب هنا شويه صوص كده، مش بخلي الصينيه الخضار بتاعها نشف قوي، لان الصوص ده مع الرز مع الخضار بيبقى طعمه تحفه في الاكل. انما لو حضرتك ما بتحبيهوش وعايزه الخضار ناشف، تقدري تخليها الميه يعني تنشف اكتر من كده في الفرن. بس انا وقفت الفرن على حبه الصوص دول لاني عايزاهم، وبعد كده طلعتها اخدت اللون الجميل ده كده على الشوايه. تمام كده. اتمنى بقى النهارده طريقتي في الفراخ المشويه لو عجبتك تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفك في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.